زلزولي يمرر كرة، وصلت مغربية، فرصة الخنوس، الله، الأسود تواصل الزئير هنا في ملعب نانت وفي ملعب لابوجوار. الخنوس بلال من غاب عن مباراة اسبانيا لا يغيب عن التهديف هنا في مباراة مصر بهدف. كرة منقولة تمريرة باتجاه سفيان الرحيمي، تاريخي هذا سفيان، تاريخي نعم، إنه يواصل كتابة الأرقام وتحطيم الأرقام ومواصلة كتابة التاريخ. سفيان رحيمي يسلزل والتمريرة، سفيان رحيمي والعرضية الخامس، صارت 5. نعم، المنتخب المغربي هنا على تنفيذ الركلة الحرة المباشرة من هذا المكان. أشرف هنا تسديدة قوية، الله. إعادة لنهائي بطولة أفريقيا تحت 23 عام. تفوق آنذاك المنتخب المغربي الذي يقدم مستويات كبيرة، إن كان على مستوى المنتخب الأول وإن كان على مستوى المنتخب الأولمبي كذلك. الآن هذه الميدالية البرونزية تأكيد لهذا. هنا قيمة دورة ألعاب أولمبية، لأنه حتى مهمة بالنسبة للاعبين الذين تألقوا حقيقة، لاعبي المنتخب المغربي انطلاقا من مرحلة المجموعات وصولا إلى هذا الدور وإلى هذه الميدالية. والاتحاد المغربي لكرة القدم ليه دور كبير جدا في تطوير هذه الرياضة، ومش كده وبس. الاتحاد المغربي بقى له أكثر من 10 سنوات بيطور الكرة الأفريقية عموما من خلال تعاون فني وإداري مع الاتحادات الأفريقية. فالنتيجة دي يعني أعتقد أنها غير مسبوقة، لأن احنا في الدقيقة 72 مش عارفين إيه اللي هيحصل بعد كده. في صراحة نتيجة ثقيلة، ما هي غير مقدر تعبير مهذب لنتيجة ثقيلة، لكن طبعا حاجة يعني تجعل هي فخر العرب ان هو يبقى عندنا برضو نتائج جيدة جدا، لكن الفرق المتبارية لازم انها تسعى انها يكون على الاقل يعني مستوى متقارب، لكن الحقيقة يعني نتيجة صعبة جدا يعني التعليق عليها. نعم فعلا. هنا سفيان الرحيمي يؤكد صدارة ب8 أهداف بفارق 4 أهداف عن اقرب منافسيه. يدخل التاريخ كاول لاعب يسجل في كل الادوار بدايه من دور المجموعة في كل المباريات وصولا الى هذا الدور، ويتساوى ايضا مع المصريين ب8 أهداف ببطولة واحدة التي احرزها في 1964 في طوكيو. ايضا ميدالية تاريخية للمغرب. الف مبروك للمغرب، ديما مغرب، وهارد لك لمصر التي حاولت ان تصل الى هذا الدور المرة الثالثة. ميدالية ستكون تاريخية ليس فقط بالنسبة للمغرب، بالنسبة للعرب كذلك، لربما تفتح الباب مستقبلا كابتن زهير أمام المنتخبات العربية إذا فعلها المنتخب المغربي. لما لا نتعلم من هذه التجربة التي قدمها وتقدمها كذلك كرة القدم المغربية؟ تجربة مفيدة جدا. هناك بريق للفريق الأولمبي مختلف تماما عن المشاركة في كأس العالم. المشاركة في كأس العالم لعيبة محترفين بيحصلوا على أموال كثيرة نتيجة لانضمامهم إلى فرق عالمية. الفريق الأولمبي عادة ما بيكونش اللعيبة، يمكن الفريق المغربي مميز إن في لعيبة محترفين كثيرين جدا، لكن الفريق الأولمبي عادة ما بيكونش عنده هذا الزخم من اللعيبة الأولمبيين، من اللعيبة المحترفين. لو بتخشي على الترانسفير ماركت بيتكلموا عن القيم السوقيه الى اخره، هتجدي ان هؤلاء اللعيبه اقل من المنتخبات الاخرى، لكن هناك بريق للميداليه الاولمبيه. عندما تعود بعثه بلدك الى الوطن وقد حملت ميداليه كبيره. طارق السكيوي الذي استلم تدريب المنتخب من فتره ليست بالبعيده، منذ اشهر استلم تدريب المنتخب، وتم تجديد الثقه له قبل ايام قليله، وسوف يشرف ايضا على تدريب منتخب اقل من 18 سنه خلفا لسعيد شيبه الذي انتقل فتح الرباطي. وتاكيد الثقه هناك في الاتحاد المغربي. فرحه كبيره، فرحه تاريخيه، ميداليه تاريخيه. اصلا الوصول الى هذا الدور هو تاريخي، والفرحه لطارق السكيوي. احتفاليات جميله جدا من اللاعبين. نذهب الى هناك ونستمع الى هذه الاحتفاليه بالاجواء الرائعه هناك في ملعب لابوجوار. متواجد ايضا في ملعب صاحب الانجاز المنتخب المغربي الذي كان موجودا في قطر. تواجد ايضا هنا الان، كان متواجد ايضا في المباراه الماضيه في نصف النهائي، وكان حاضرا بين اللاعبين لاعطاء الارشادات.
وهو الان حاضر الان في ارضيه الميدان لدعم اللاعبين، وايضا تاكيد على ان كره القدم المغربيه حكيمي الذي احرز الهدف السادس من ضربه حره مباشره، وتاكيد بان كره القدم المغربيه قادمه ان كان على صعيد افريقيا ان كان على صعيد العالم. الوصول لنصف نهائي لاول مره لمنتخب افريقي عربي، وايضا لاول مره منتخب اولمبي عربي بالتدعيم بمحترفين يتواجد بمنصه التتويج كمنافسات كره قدم للرجال. الرجال مره اخرى صاحب الانجاز، وايضا طارق السكتيوي الذي ايضا يتواجد بصاحب الانجاز الاولمبي. كره القدم المغربيه زهير قادمه وقادمه بقوه على صعيد المدربين محليين الجرادي ستيوي وايضا عموته، وايضا على صعيد اللاعبين ان كانوا صغار السن او حتى على صعيد الرجال. الاهتمام باعداد الكوادر ده موضوع مهم جدا. نحن نعلم ان هناك مشكله في اعداد المدربين الافارقه في كره القدم، حتى اللايسنس التي تمنح ليهم مش معترف بها ببعض الاتحادات الاوروبيه والاتحادات الاسيويه. يجب ان نهتم بالكوادر، وحاجه مشجعه جدا انك تجد مدرب وطني على علم وعلى خبره. احسن من يقود منتخبك الوطني هو مدرب وطني على علم وعلى خبره، ودي حاجه بنحييها فيها في المغرب، ونتمنى انه يتم الاهتمام بكوادر المدربين وتطويرهم وافادهم في دورات والمحاكاه والتعرف على الخبرات الاخرى. وده الحقيقه المغرب حققته باقتدار، وده مش من المباراه دي على فكره، ده الانطباع بتاعي مش من نتيجه هذه المباراه، انطباع سابق. ربما الاستفاده من هذه العناصر الممتازه بالمنتخب المغربي لتشكيل نواه المنتخب الاول. تابعنا المنتخب الاسباني كيف استفاد من المنتخب الاولمبي ومن عناصر الشباب كذلك. تاخذ ولدك يا عم، امسك. انت بتوكل ايه؟ صلى على النبي في قلبك يا دفعه. عليه الصلاه والسلام. وانا طيب عشان احسده؟ انتوا فضحتوني، انتوا فضيحه. بسم الله الرحمن الرحيم. متولي حياة النبي شيل الصورة ديت او اقلبها واحرقوها. مش عاوز حاجه من مصر؟ ربنا يكرمك مرعي حبيبي، هزعل. تسلم. لا اله الا الله محمد رسول الله. الف سلام حبيبي، خد بالك من نفسك. على الله. عادل الشارب الاول. دي البدايه، دي لسه احنا بنسخن. حد يقول لهم ان احنا لسه بنسخن، قول لهم ان احنا بنسخن. الخدوس لعين يا عم مالك فيه طايح فينا كلنا. الثالث كفايه بقى يا اخي. الرابع رحيمي خمسة زعل قوي خالص خالص خالص. اموت. نام وبتاع. ايوه نام شويه، نام شويه بس. نام ارتحنا، نايمين لنا ساعتين. الخامس اشرف، هنا تسديده قويه. يا اخي حرام عليك، حرام عليك، ما تديني السبعه ورا بعض. ليه بتديني كل واحد لوحده؟ ده صدمه المفاجاه بتوجع. ما دي اللذة. الى اللقاء. فايز على مصر 6-0. هذا المغرب ولا برشلونة؟ هذا مصر ولا ريال مدريد؟ المغرب تفوز على مصر 6-0 والسادس من بيكي، العفو، والسادس من اشرف حكيمي. شنو هاي المغرب؟ والله العظيم اكثر منتخب كان يستحق يفوز بالميداليه الذهبيه باولمبياد باريس هو المنتخب المغربي. مع الاسف خسر مع فرنسا. يساتر يا المغرب، ايش هذا يا المغرب؟ ارحموهم يا المغرب. صفر يا حكم وانقذ مصر، صفر يا حكم وانقذ العالم من سفيان رحيمي. شو هالسفيان رحيمي هيدا؟ يا ولد بالله عليك ترحمنا. والله لو اني مطرح الفيفا لكنت رشحت سفيان رحيمي انه يفوز بالكره الذهبيه. هيدا الموسم يلي قدمه سفيان رحيمي مش اي موسم خرافي لسفيان رحيمي. لعب 48 مباراه، سجل 32 هدف، صنع 9 اهداف واكثر من 40 مساهمه، غير انه هو اكثر من سجل وساهم بدوري ابطال اسيا وبالاخر ربح دوري ابطال اسيا. عم بيكرر هيدا الشيء بالاولمبياد، اكثر من سجل وساهم بالاولمبياد هو سفيان رحيمي. هلا عم بيفوز بالميداليه البرونزيه بالاولمبياد. ايش هذا يا سفيان رحيمي؟ بسم الله ما شاء الله عليك يا ابن المغرب. هيدا مش اي لاعب يا جماعه، هيدا الظاهره سفيان رحيمي. على السريع يا جماعه، على السريع حطوا الكره الذهبيه. تاريخي. المنتخب المغربي يفوز على مصر 6-0. 6 يا مغرب. والله كثير. مبروك للمغرب وهارد لك يا مصر.
هارد لك يا جدعان، والله صعبة قوي، صعبة جامد. 6 مش هيك المنتخب المغربي؟ مالكم ايش فيه؟ منيح ما شفنا نهائي عربي كان المصريين انجلطوا، اقسم بالله 6-0 كثير يا زلمه. 6 يا اخي شو مالكم يا اخي؟ ليش هيك منتخب مصر قدم هيك اداء؟ اقسم بالله حرام، خذلتوا بلدكم، خذلتوا جماهير البلد، اقسم بالله حاسه حق المصريين يزعلوا. المنتخب المغربي مبروك، اقسم بالله اداء برفع الراس. مش قادر استوعب انه المغرب فازت على مصر 6 يا عالم، اقسم بالله مو قادر استوعب كيف هيك حد كان متوقع زيكم. المغرب مش طبيعيين اقسم بالله. هارد لك يا جدعان، هارد لك، والله صعبة قوي، بعرف والله صعبة قوي. مبروك المغربات، تستاهلوا 6-0. المغرب تحصل على الميدالية البرونزية باكتساح، والله نتيجة صادمة، والله نتيجة مرعبة. لا 6 دي نتيجة جامدة قوي، يعني كتير هيك، يعني ما الواحد شو بده يحكي. اوكي مع احترامنا الشديد والف مليون مبروك للمغرب، نحن ما عم نقلل ابدا من المغرب، بالعكس الف مليون مبروك. ولهلا ما عم بعرف كيف اسبانيا خسرت المغرب، فريق قوي متكامل رهيب، يعني ما عم صدق انا. بس هل من المعقول 6 يا رجل؟ ميداليه برونزيه ثالث رابع، الف مليون مبروك للمغرب الميداليه البرونزيه، وشرفت كل العرب وشرفتنا وعلى عيني وعلى راسي من فوق. بس 6 يا مصر، 6 يا فراعنه، شو الانهيار اللي صابه الفريق؟ الشوط الثاني فايتين المغرب كانه هي اللي اكله، كانت جولين او 3 فايتين على الشوط الثاني، كفوا عليكم. شو هالسفيان هذا محرم ما يلعب باوروبا، لك شو هالسفيان. الف مليون مبروك للمغرب وهارد لك لمصر. عمي خلف الله على منتخبنا، الحمد لله والشكر. 3-0 بس، اخواننا المصريين ماكلين 6. ليش هيك 4 بالشوط الثاني؟ يا مصر لو مخليهم يسووها 3-0 بالشوط الاول كان ما قولوا انه ب3. سفيان رحيمي الله لا يرحمه، ايش سويت بيهم؟ ما خليت منتخب ما قولت عليه. ايش بيكم لعد؟ ايش بيكم ما تاهلتوا على اسبانيا؟ والله حرامات يا خساره. محمد النني ياكل 10 من بايرن ميونخ، 6 من المغرب، 20 من السيتي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مصيبة يا زلمة، مصيبة كارثة بشرية اللي صارت، مع كل احترامي للمنتخب المصري العزيز. بس المغرب اليوم يا معلم لعبة فوتبول في الحارة يا زلمة، وانا في الحارة بحجز يا معلم ساعتين بلعب مع شباب، ما بوصل نتيجة 6-0 يا رجل. يا اخي رجعونا لكأس العالم هذول، يا اخي هذول مشغلين البنكاي يا معلم. لا مو يا رجل لو العب نص جول ما بجيب 6-0 يا رجل. كارثة اقسم بالله العظيم، ما شاء الله على المغرب، اقسم بالله العظيم. تقول يا معلم هذا المنتخب كبس سبيس يا معلم، هذا معلم برعاية يا معلم كريزي تاكسي، مجانين بالدكة ونص يا سيدي العزيز اسماء ما بنعرفها يا معلم بيعملوا هيك. لا عاوز تاكل السوشي في الجو، لا عاوز تاكل كسكسي في الجو، لا خلص بطاطا تاريخ بس. شو هذا المغرب؟ أول منتخب عربي يفوز بالمركز الرابع في المونديال، وأول منتخب عربي يأخذ البرونزية في الأولمبياد. بكل بساطة إنه المنتخب المغربي. هنيئا لكم. انتصار منتخب المغربي بنتيجة 6-0 قدام الأشقاء منتخب مصر. هاي فضيحة كروية، ورسميا منتخب المغربي أسود الأطلس بتوجوا في أولمبياد باريس في مركز الثالث لأول مرة في تاريخنا عرب. أسود الأطلس فعلوها، ألف مبروك وبتستاهلوا، وكنتوا بتستاهلوا أكثر من هيك، وكان بدكم تحققوا أولمبياد باريس، ولكن للأسف أخذتوا مركز ثالث، ولكن كمان رفعتوا راسنا. والله بتستاهلوا يا أسود الأطلس، لأن انتوا عملتوا في هذه البطولة مثل ما عملتوا بكأس العالم ب 22. بكل التوفيق والسلام عليكم. ازاي مصر؟ ازاي جدعان؟ 6 وش تعملوا على أرضية الملعب؟ 6 يا اخوان جد. المغرب شنو قاعد يسوون؟ مستحيل ما صعدوا للنهائي. 6 امام مصر. حاليا انا اقول الحمد لله والشكر على منتخبنا، خسرنا بس 3 لانه 6 واي. شو تسوون مصر؟ يا جدعان شو تعملوا على ارضيه الملعب؟ لا الصراحه 6 وايد، 6 كثير. المغرب منتخب مرعب، منتخب متطور، مو فقط المنتخب الاول، المنتخب الثاني ايضا الاولمبي.
ألف مبروك للمنتخب المغربي على الميدالية البرونزية، وهارد لك للمنتخب المصري، قدمتوا بطولة عظيمة، فزتوا على إسبانيا اللي حاليا